السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنتكلم عن سورة الفاتحة اللي هي أم الكتاب، لأنها سميت أم الكتاب لأنها في أي حاجة بنفتح بيها كل الكلام. نيجي نروح نتكلم في أي كلمة يقول لك صلى على النبي واقرا الفاتحة. تروح تخطب للأعزب يقول لك ايه في بداية الكلام؟ طب اقروا الفاتحة. فبتبقى فتحة خير على الأعزب والمتزوجة والطالب والمتوفي. فكل دي هي سميت أم الكتاب علشان ان هي في كل بداية أي حاجة، في الصلاة بنبدأ بيها الصلاة، في كل حاجة بتبقى فتحة خير على أي حاجة. فاللي يشوفها في الرؤية بتبقى فتحة خير عليه ودعاء استجاب له بإذن الله. زي للأعزب لو شاف ان هو في المنام بيقرأ فاتحة او جات له في كلام معين، بنبدأ بنقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فيها الحمد، يعني هتحمد ربنا على شيء انت تمنيته وهيتحقق لك. فدي بتبقى بداية خير للأشخاص وبشرة خير لأي شخص بيشوفها في المنام. بالنسبة للأعزب زي ما احنا قلنا فتحة خير عليك ان شاء الله بإذن الله، خطوبة او زواج او كتب كتاب ليك قريب. للبنت العزباء نفس النظام، هتبقى برضو فتحة خير عليك خطوبتك او حاجة تمنيتيها من ربنا ودعاء واستجاب لك بإذن الله. نفسك في الشخص اللي انت بتحبيه ربنا بيقولك هتحمدي ربنا وهتبقى فتحتك قريبة وهتاخدي الشخص اللي انت بتتمنيه. للطالب فتحة خير عليك، نجاح، هتجيب مجموع كبير. للمريض شفاء، ربنا هيشفيك. لو مريض وشاف ان هو بيقرا الفاتحه في المنام ربنا هيشفيك ويعفيك باذن الله، او هتبقى فتحه خير من شفاك وعافاك من هذا المرض. للمتزوجه خير داخل عليك ورزق داخل عليك وفتحه خير وسعد وهنا داخل عليكي، حاجه بتتمنيها. للمتزوج فتحه خير عليك، حاجه بتتمناها تقضالك باذن الله. سداد دينه هيتسد. يعني فتحة خير فيها كل الحاجة الحلوة. سورة الفاتحة يعني لما حد يشوف ان هو بيقرا سورة الفاتحة وجات له سورة الفاتحة في المنام، يعرف لو مهموم ربنا هيزيل همك وكربك. لو عندك مشاكل ربنا هيحلها بإذن الله وهتبقى فتحة خير عليك بإذن الله. فده يا جماعة لأنها سميت أم الكتاب عشان هي بتبقى فتحة خير علينا وعلى الناس كلها يا رب العالمين، ويرزقك ويرزقنا من حيث لا نحتسب. أنا قلت دي بشرة خير سواء للطالب للمريض. لو المتوفي جالك في المنام وقال لك اقرا الفاتحة او اقرا لي الفاتحة، اعرف ان هو بيقول لك ربنا هيفتحها عليك بشيء، او ان انت اقرا الفاتحه وربنا هيفك ضيقتك او كربك باذن الله. لان المتوفي جاي وبيقول لك اقرا الفاتحه او ده، لان هو ايه بيقول لك الميت لما بيموت قطع عمله الا من ثلاث. فطبعا هو في دار الحق واحنا في دار الباطل. فلما يجي يقول لك سوره الفاتحه اعرف ان هو بينبهك او بينذرك لحاجه ان ربنا هيفتحها عليك. اقرا سوره الفاتحه. لو شفت ان انت بتقرا سوره الفاتحه في ميه وماسك الكوبايه وبتقرا في ميه سوره الفاتحه، اعرف ان انت تعبان او ممسوس او حسد. تقرا سوره الفاتحه على طول ربنا يشفيك ويعفيك من الحسد او السحر او الحاجه دي باذن الله. بيبقى انذار جالك وربنا بعتهولك. والله اعلى واعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس. واللي عنده اي استفسار او اي رؤيه يخش تحت في الفيديو في الكومنتات من تحت يكتب لي، وان شاء الله باذن الله انا هرد عليكم. ما تنسوناش باللايك عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله، وكلمه الاشتراك عندكم بالاحمر يا ريت تشتركوا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.